السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل غدا ايه؟ بط وممبار، يعني الغدا حوار. انا غسلت الرز وسبته يتصفى، ودي تسبيكة المحشي انا كنت عاملاها وعيناها في الفريزر. يلا بينا نعمل مع بعض. نحط التسبيكة، شايفين ده كيلو ممبار. بصوا دي خلطة الممبار، خلاص انا عملتها، هي جاهزة على الحشو على طول. يلا بينا نحشيها. هنا خلاص خلصنا الممبار، يلا بينا نحطه في الحلة. لازم تكون مية بتغلي عشان اول ما نحط الممبار يقفل على طول. دي ميه شوربه للممبار، انا حاطه لها بصلايه، ما حطيتش طماطم لان كده كده احنا مش هنعوز الشوربه. ورق لورا وفلفل اسمر وملح بس فقط لا غير. يلا بنحط الممبار بتاعنا. شايفين يا جماعه انا مش ملياها قوي علشان ايه؟ لما تستوي ما تفرقعش وتطلع الرز اللي فيها، يا دوبك مسح. اول ما بتنزل على طول في الشوربه بتقفل، لان الشوربه مغليه سخنه جدا. شايفين بقى اول ما ينزل الشوربه على طول يقفل. وكده كده مش بياخد سوا كتير يعني. نحط عليه بقى. يلا بينا نشوف البطه. حطيت البطه على النار تتشوح تمام. حط لها ميه سخنه تغلي. حطيت لها ملح، فلفل اسمر، طماطم، بصل، ورق لورا. هنا خلاص يا جماعه الممبار خلاص استوى، وانا حطيت زيت على النار طاسه وهنحمره سوا. يلا هو كده كده ما بياخدش تحمير كتير، احنا عايزين اللون بتاعه بس ايه؟ ذهبي مش غامق. لسه هنا خلاص برضو البط خلاص استوى. نحط عليه يلا بينا نحط الممبار. لسه برضو خلي بالكوا عشان هو ايه؟ بيطرطش الزيت في الوش. ايه رايكم بقى في الغدا بتاعي؟ شايفين الممبار؟ شايفين جمال البط؟ وادي الشوربه بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف الممبار بتاعنا. بصوا شايفين الرز مفلفل ازاي؟ شايفين؟ ولو عجبكم بقى ايه منظر الاكل ما تنسوش بقى تعملوا له لايك واشتراك للقناه. باي 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 يا حلوين.